السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الذي أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا، وأمرنا أن نستهدف صراطه المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، والصلاة والسلام على من أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في سلسلة المحاضرات في هذا المسجد المبارك نسأل الله جل وعلا أن يوفق فضيلة شيخنا لتكبده المشاق من المسافات الطويلة وحضوره إلينا ليذكرنا من كتاب الله ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في موضوع هو موضوع الساعة، وهو نشر دعوة الله تبارك وتعالى فوق أرض الله وتحت سماء الله جل وعلا. فالأرض تحيا إذا ما حل عالمها وإن يمت عالم منها يمت طرف، كالأرض تحيا إذا ما الغيث حل بها وإن أبى حل في أكنافها التلف. وفيما رواه الإمام ابن أبي حاتم وغيره، أذكر نفسي وإياكم بهذا الحديث العظيم في طلب العلم ومكانة طالب العلم وفضله، ناهيك عن العالم الذين هم ورثة الأنبياء. فيما أخرجه الإمام ابن أبي حاتم وغيره حديث الثلاثة الذين انتهوا إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم، فوجد أحدهم فرجة في المجلس فجلس، واستحيا الثاني فجلس خارج الحلقة، والثالث أعطى ظهره للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما انتهى صلى الله عليه وسلم من حديثه قال: ألا أخبركم بخبر الثلاث؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أولئك طلبا للعلم من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما الثاني فاستحيا الله منه، استحيا يغادر هذا المجلس العظيم وهو الذكر من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما الثالث فأعرض الله عنه. لا أحول بينكم وبين فضيلة شيخنا جزاه الله خيرا في هذه المحاضرة التي هي بعنوان لا تضع أجنحتها لطالب العلم. فليتقدم مشكورا مأجورا بعون الله تعالى، ونسأل الله يوفقه ويتقبل منه ويحفظه. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن نبينا ورسولنا وإمامنا وعظيمنا وشفيعنا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، الرحمة المهداة والنعمة المستاء، البشير النذير السراج المنير، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. جعلنا الله من أتباعه وحزبه وجنده وأحبابه وأنصاره المفلحين في الدنيا والآخرة. اللهم احينا على سنته وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وادخلنا الجنة تحت لوائه. اللهم اوردنا حوضه واشملنا بشفاعته
واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد الإخوة الكرام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله أسأل أن يجعل اجتماعنا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما. والله أسأل أن يجعلنا من أهل البشرى الذين قال فيهم الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سيارة يجوبون الطرقات يبحثون عن حلق العلم ومجالس الذكر حتى إذا وجدوا حاجتهم رجعوا إلى ربهم تبارك وتعالى فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بحال عباده. يقول الله للملائكة: كيف تركتم عبادي؟ تقول الملائكة: تركناهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك ويمجدونك ويهللونك ويقدسونك ويكبرونك. فيقول الله: وهل رأوني؟ تقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوك. يقول الله: كيف لو رأوني؟ تقول الملائكة: لكانوا أشد لك حبا وتعبدا. فيقول الله: وماذا يسألون؟ تقول الملائكة: يسألون الجنة. يقول الله: وهل رأوها؟ تقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوها. يقول الله: كيف لو رأوها؟ تقول الملائكة: لكانوا أشد لها شوقا وطلبا. فيقول الله: ومما يستعيذون؟ تقول الملائكة: يستعيذون بك من النار. يقول الله: وهل رأوها؟ تقول الملائكة: لا والله يا رب ما رأوها. يقول الله: كيف لو رأوها؟ تقول الملائكة: لكانوا أشد منها فرارا وهربا. فيقول الله للملائكة: أشهدكم بأني قد غفرت لهم. والحديث في الصحيحين. تقول الملائكة: يا رب فيهم فلان جاء به الطريق. يقول الله: وله قد غفرت. في رواية تقول الملائكة: يا رب فيهم فلان ليس منهم. يقول الله: وله قد غفرت. في ثالثة تقول الملائكة: يا رب فيهم فلان صاحب حاجة. يقول الله: وله قد غفرت. في رابعة تقول الملائكة: يا رب فيهم فلان رجل خطاء. يقول الله: وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى جليسهم. فنسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء، ونسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ونسأل الله كما جمعنا في هذا المكان المبارك في بيت من بيوته أن يجمعنا جميعا في دار كرامته في أعلى عليين في فسيح جنته في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر جوار سيدنا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه. وبحول الله وقوته وعونه وتوفيقه وإذنه ومشيئته مع هذا الحديث الكريم من النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند الترمذي، وصححه النووي والمنذري والألباني عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له كل شيء حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. والعلماء ورثة الأنبياء
والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا علما من أخذ به أخذ بحظ وافر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن مع هذا الحديث النبوي الشريف الكريم، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل هذا الحديث، وإنما هي بشرى يزفها رسول الله عليه الصلاة والسلام. والجزئية الأولى من الحديث وردت في صحيح مسلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا، وعند مسلم: سهل الله له به طريقا، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وهنا أيها الإخوة الكرام قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، فيه إشارة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن العلم ليس بغاية، وإنما هو وسيلة. العلم وسيلة. ولذلك نقرأ كثيرا من الأحاديث النبوية الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فعل كذا فله الجنة، ومن فعل كذا دخل الجنة، ومن فعل كذا أدخله الله الجنة. ولكن هنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فهو بالعلم يعرف الطريق الذي يوصله إلى جنة الله سبحانه وتعالى. إذن العلم وسيلة لتتعلم ما يوصلك إلى الله جل وعلا، وليس ذلك تنقيصا من قدره أو من فضله أبدا، ولكن المراد أن العلم ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود أن تعبد الله سبحانه وتعالى بالعلم وعلى العلم، وأن تدعو إلى الله عز وجل بعلم وعلى علم. ولذلك أثنى الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم وامتن عليه وأكبر منة: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وأول منة من الله للخلق لبني آدم: وعلم آدم الأسماء كلها، التعليم. وأول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وأقسم الله سبحانه وتعالى بالقلم، قال: نون والقلم وما يسطرون، على خلاف العلماء في أهل التفسير في المراد بالقلم هنا. وعلى الراجح هو القلم الذي أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: يا رب وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن وما يكون. فجرى القلم لساعته كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ومن فضل هذا العلم سمى الله سبحانه وتعالى نفسه بالعليم، وجل وعلا هو عالم الخفيات، وهو عالم الغيب والشهادة، وهو أحاط بكل شيء علما، وهو وسع كل شيء علما، وهو إن الله بكل شيء عليم، وهو سبحانه لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وهو عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصايا لهذه الأمة، بدأها بقوله عليه الصلاة والسلام: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.
الله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والجنة غاية يسعى لها المؤمن، غاية ما يعمل الإنسان، ونسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. ودائما أذكر بما صحح الألباني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل أو ما من مسلم يسأل الله الجنة في يوم 3 مرات إلا قالت الجنة اللهم أدخله الجنة، وما من مسلم يستعيذ بالله من النار في يوم 3 مرات إلا قالت النار اللهم أجره من النار. فنسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار. ومع ذلك نتذكر قول علي رضي الله تعالى عنه: إني والله لأستحي من الله أن أسأل الله الجنة ولا أعمل بعمل أهل الجنة، وإني والله لأستحي من الله أن أستعيذ بالله من النار وأنا أعمل بعمل أهل النار. فنسأل الله الجنة، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يرزقنا العمل الذي يبلغنا جنته. ونسأل الله تعالى من اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا، ونسأله تبارك وتعالى من صالح الأعمال ما يبلغنا به جنته، ونسأله جل وعلا من الخشية منه ما يحول به بيننا وبين معاصيه، هو ولي ذلك والقادر عليه. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم ووضح رسول الله عليه الصلاة والسلام وضع الملائكة لأجنحتها لطالب العلم رضا لما يصنع، وذلك يدخل فيه دعاء الملائكة واستغفار الملائكة وتأييد الملائكة ونصرة الملائكة بأمر من الله سبحانه وتعالى. فطالب العلم إنما هو في سبيل الله عز وجل، وإنما سلك مسلكا سلكه أنبياء الله ورسل الله عليهم من الله الصلاة والسلام. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم وإن طالب العلم يستغفر له كل شيء، ولو لم يكن في طلب العلم إلا هذا لكفى. يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في البحر تستغفر لطالب العلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستغفر له كل شيء. سبحان الله، عند الترمذي بسند حسن قال: حتى النملة في جحرها، حتى النملة في جحرها. ومعنى ذلك أنه بالدعاء العام تدعو هذه المخلوقات لطالب العلم، ودعاؤها لله سبحانه وتعالى يجعله الله عز وجل مع تسبيحها لله سبحانه وتعالى، وهو دعاء مجاب لا شك، واستغفار مجاب لا ريب في ذلك. ولذلك من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات أن يتقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى بالعلم وبالتعلم. وعند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا من ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما، وما عدا ذلك ملعونة، بعيدة عن رحمة الله سبحانه وتعالى، بعيدة عن رضوان الله عز وجل، تشغل العبد عن طاعة ربه سبحانه وتعالى إلا من ذكر الله تعالى وما والاه. معنى ما والاه أي ذكر الله وعمل عملا يوالي هذا الذكر، أو ما تابع هذا الذكر، أو ما شابه هذا الذكر، أو ما في نحو هذا الذكر، إلا من ذكر الله تعالى وما والاه
وعالما أو متعلما، عالما يعلم ومتعلم يتعلم، والثواب عظيم والأجر كبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل لأصحابه: أيكم يذهب إلى وادي العقيق فيرجع بناقة كوماء. ووادي العقيق، وادي العقيق الوادي المبارك الذي يأتي حول المدينة ويصل إلى مكان الميقات ذي الحليفة، والوادي المبارك. أتاني آت من ربي وأمرني أن أصلي ركعتين في هذا الوادي المبارك. والوادي يبتعد ويقترب من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرب ما يكون من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 7 كيلومترات، وأبعد ما يكون يصل إلى 17 كيلومتر حول المدينة. فمن يذهب إلى ذلك الوادي ويرجع بناقة كوماء؟ قالوا كلنا يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم من بيته إلى المسجد فيتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، وعددهن خير من عددهن. يعني كلما تعلمت خير لك. فهذا الثواب العظيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث كثيرة ونحفظ ذلك. إخوة الإسلام، كلنا نحفظ من الأحاديث الكثيرة عن طلب العلم وعن فضل العلم وعن ما ورد في فضل العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام. كلنا نحفظ أحاديث كثيرة في ذلك، ولذلك كل ذلك بمثابة المقدمة في هذا الحديث النبوي الشريف. بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. وفي الرواية الأخرى: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ما في مقارنة أصلا بين النبي صلى الله عليه وسلم في الفضل وبين أعلى المسلمين فضلا أبو بكر الصديق. ما في مقارنة، ما في مقارنة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سائر الناس. فكيف إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفضل على أدناكم؟ والحديث رواه الترمذي وحسنه وصححه النووي. كفضل على أدناكم، وهنا كفضل القمر على سائر الكواكب. العالم والعابد والعبادة، العبادة لأجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى، ولكن المراد هنا العابد على غير علم، العابد بجهل، العابد على غير بصيرة، العابد وهو لم يتيقن من هذه العبادة هي على مرضات الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه إشارة إلى أن أفضل العلم أن تعلم كيف تعبد الله تعالى. وخذ هذا الحديث والحديث الذي نحفظه جميعا: الرجل الذي قتل 99 نفسا وفكر في التوبة وسأل عن عابد أو سأل عن من يفديه فدل على عابد. قال: قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به 100 فسأل فدل على عالم. هذا نص الحديث في الصحيحين. في الأول دل على عابد ما عرف، دل على عالم فأفتاه وكان سببا لدخوله الجنة. دل على عالم. قال: قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ قال: ومن يحول بينك وبين التوبة ولكنك في أرض سوء فاذهب إلى أرض كذا تجد أقواما صالحين يعبدون الله فاعبد الله معهم. والعابد في هذا الحديث إشارة إلى الجهل، ولذلك علق ابن حجر رحمه الله تعالى قال: وفيه بيان جهل هذا الرجل وسفه عقله وطيشه. يعني جاهل، هو جاهل إنه التوبة واسعة، ويجهل أن رحمة الله وسعت كل شيء، وكذلك فيه سفه في العقل وطيش. يعني واحد قال قتل 99 نفس، يا أخي تخارج منه، يقول له ممكن. هذا كلام ابن حجر، قال فيه جاهل وفيه طيش في عقله، فيه سفه في عقله. فهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تفريقا. فانظر إلى المضرة التي نتجت عن فتوى ذلك العابد. بل في الطبراني بسند صحيح قبله الرجل في رواية الطبراني قتل 97 نفسا، سأل:
هل لي من توبة؟ دل على عابد. قال قتلت 97 نفس، لي توبة؟ قال لا، قتله 98. دل على عابد. هل لي من توبة؟ قال لا، قتله 99. بعد ذلك جاءت رواية الصحيحين: فما عرف الحق إلا لما دل على العالم. ولذلك العلم يا إخواننا من أعظم ثماره أنه يقي الناس من الفتن. وجاءت إشارة في القرآن الكريم في قصة قارون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم فآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين إلى آخر الآيات. الشاهد قول الله تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم، قال الذين أوتوا العلم، هؤلاء عصموا من الفتنة. الذين أوتوا العلم، وهذا هو العلم المراد، هذا هو العلم المراد. علموا أن ثواب الله خير، وعلموا أن ما هذا متاع، وعلموا أن هذا إلى زوال. ولذلك علم الدنيا، كل علوم الدنيا لا وزن لها عند الله إذا فقد الإنسان علم الدين. تأمل قول الله سبحانه وتعالى: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هؤلاء الذين قال الله لا يعلمون، تأمل الآية: ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هم يعلمون الحياة الدنيا ولكن قال الله لا يعلمون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فالعلم الذي يريده الله سبحانه وتعالى العلم الذي يوصل العبد إلى الله. طيب نترك العلوم الدنيوية؟ لا، ولكن لا تشغلك عن علم الآخرة، عن العلم الذي تصل به إلى الله سبحانه وتعالى. سنأتيه إن شاء الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن الله يبغض كل جعظري جوار، متكبر متفيهق يتكلم من أفيه يتفلسف على الناس يعجب بنفسه، جعظري جوار صخاب في الأسواق. صخاب في الأسواق على معاني. معنى صخاب في الأسواق يعني يصيح في السوق ينادي على سلعته أو يدلل لسلع غيره، صخاب في الأسواق. أو إذا كان الحديث عن السوق وعن الاقتصاد وعن البورصات وعن الأسعار ارتفع صوته، صخاب في الأسواق. والأول أظهر، عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة، جيفة بالليل حمار بالنهار. هذا يبغضه الله وبغيض عند الله، فهو عالم بأمر الدنيا ولكن ما نفعه عند الله سبحانه وتعالى. أيضا تأمل قول الله عز وجل: من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. وهذه أيضا فيها أقوال في قوله تعالى: يعجبك قوله في الحياة الدنيا، يعني في الدنيا عندما يتكلم إن يقول تسمع لقولهم وتعجب بقوله، فلا تتضح لك سريرته ولا تعلم ما في قلبه من الخفايا ومن النوايا. يعجبك قوله في الحياة الدنيا ولكن إذا كان يوم القيامة فضحه الله على رؤوس الأشهاد. في الدنيا يعجبك قوله ولكن في الآخرة تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. هذا معنى. والمعنى الثاني الذي يناسب العنوان والمحاضرة: يعجبك قوله في الحياة الدنيا إذا تكلم في الدنيا وفي أمور الدنيا وفي علوم الدنيا يعجبك قوله، ملم محيط بها. يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله، أي يحلف بالله ويقسم،
يشهد الله، تقرأ ويشهد الله على ما في قلبه، الله أعلم به، ويشهد الله على ما في قلبه، وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. فعلم الدنيا وعلم أمر الدنيا، ولكن النهاية والعياذ بالله حسبه جهنم ولبئس المهاد. إذن هذه علوم ذمها الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يستعيذ بالله من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تطمع، ومن عمل لا يرفع، وأعوذ بك من هؤلاء الأربع. فحاول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تقنع، أو من بطن لا يشبع، ومن عمل لا يرفع، وأعوذ بك. تأكيد في الدعاء، إلحاح في الدعاء من هؤلاء الأربعة. فكان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس مجرد ما يسمع علم لا ينفع يتبادر إلى ذهنه العلوم التي تكون من حشو علوم فعلا لا تنفع، أسماء أصحاب الكهف، نعم هذه علوم لكن علم لا ينفع علم يتعلمه الإنسان ولا يتقرب به إلى الله، فيكون حجة عليه لا له والعياذ بالله. ولو كان في العلم دون العمل من شرف لكان أشرف خلق الله إبليس. لو كان في العلم مجرد أن يتعلم الإنسان دون أن يعمل بما علم في شرف تشرف إبليس. إبليس يعلم كثيرا ولكن على غير التقى وعلى غير عبادة الله سبحانه وتعالى. ولذلك اصطحب معك أن العلم النافع هو العلم الذي يقرب إلى الله تعالى، وأن العلم الذي لا ينفع هو العلم الذي يباعد عن الله عز وجل. ومن تعلم علما مما يبتغى به وجه الله، علوم الآخرة، ما تعلمه إلا ليماري به السفهاء ويجاري به العلماء لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها. تعظيما للعلم، تعظيما لشأن العلم، هذا عند أحمد وغيره بسند الصحيح. تعلم العلم مما يبتغى به وجه الله، علوم الآخرة تعلمها ليماري ليجادل مجادلات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم كفيل ضامن، أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محبا، وأنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. نسأل الله يحسن أخلاقنا جميعا. فهذا العلم أيضا علم لا ينفع، تعلمه فازداد به من الله بعدا والعياذ بالله، وابتعد عن الله سبحانه وتعالى. إذا ماذا يعلم الإنسان وماذا يتعلم؟ علما نافعا، علم الأنبياء. ولذلك في ذات الحديث العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء ما ورثوا درهما ولا متاعا، والأنبياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا معشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. الأنبياء لا يورثون يا أخوان، لا يورثوا المال. طيب ماذا عن قول الله سبحانه وتعالى ورث سليمان داود؟ ورث النبوة، ورث العلم، ورث الزبور. وماذا عن دعاء زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا أن يرثني في النبوة. فاستجاب له الله وبشره الله بيحيى وجعله الله نبيا وآتاه الله الحكم صبيا.
أتاه النبوة. ولماذا أتاه الحكم صبيا؟ حتى يرى زكريا عليه السلام ثمرة دعائه قبل مماته. لذلك أتاه الله الحكم صبيا، أتاه الله النبوة وهو الصبي، على غير ما جرى في سنة الله النبوة عندما يبلغ أشده. لكن لأن زكريا عليه السلام بلغ من الكبر عتيا وسبق في علم الله أنه دنا أجله، وهو دعا الله أن يرزقه ذرية طيبة ليرثه في النبوة، آتاه الله تبارك وتعالى الحكم الصبي. فالعلماء ورثة الأنبياء. إذن هذا هو العلم النافع، علم النبوات، علم الأنبياء، علم المرسلين. وعلم المرسلين علم رباني علمهم الله سبحانه وتعالى، وآتاهم الله عز وجل رشده، وجاء العلم بالوحي، ولكن لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم طريق العلم. ورحمة الله إنما العلم بالتعلم، العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. تريد أخلاقا فاضلة، أخلاقا طيبة، أخلاقا حسنة، هي من الله، لكن خذ سببا، تحلم، تصبر على الحلم، لا تجزع، تحلم. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ومن يستغني، من يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي إنسان عطاء أفضل من الصبر. ما في عطاء أفضل من الصبر. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، أن الصبر يرفع المكان في الدنيا والآخرة. الصبر أعلى الدرجات، يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذلك ما أعطي إنسان عطاء أفضل من الصبر. سبحان الله، مع أنه هنا ذكر العلم وذكر الحلم وذكر العفة وذكر الغنى وذكر الصبر، أفضل كل ذلك الصبر. كيف؟ لأن العلم لا يتأتى إلا بالصبر، والحلم بالتحلم، والتحلم لا يكون إلا بالصبر، والعفة بالصبر وتحتاج إلى صبر، والغنى بالصبر. ولذلك ما أعطي إنسان عطاء أفضل من الصبر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان العلم بالتعلم فالله عز وجل هو الذي يعلم العباد، ولذلك تسأل الله أن يرزقك علما نافعا. تسأل الله، تقول: اللهم علمني ما ينفعني، كما كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام: علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما. والله عز وجل أمره بذلك، قال له: وقل رب زدني علما. ولذلك لما جعل الفرق بين المال وبين العلم البون الشاسع تدركه إذا طه قرأت، لأن في طه لما جاء ذكر العلم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. وفي سورة طه لما جاء ذكر المال قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فلما كان الكلام عن العلم قال: رب زدني علما. ولما كان الكلام عن الدنيا ومتاعها وملذاتها وحطامها قال: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. وفي قول الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما، فيه بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم للعلم وشغفه عليه الصلاة والسلام أن يتعلم. ولذلك قال له الله عز وجل: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. وكيف كان يعجل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان جبريل عليه السلام إذا قرأ الآية قرأها النبي صلى الله عليه وسلم آية بآية وكلمة بكلمة وحرف بحرف، فقال له الله تعالى: لا تعجل بالقرآن، انتظر. هذا من حرصه عليه الصلاة والسلام. وأيضا قال له الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به،
إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه لا تحرك به لسانك ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي وقل رب زدني علما. ولذلك العلم ليس له حد أبدا، ليس له حد، لأن الله قال فوق كل ذي علم عليم، فوق كل ذي علم عليم إلى أن يصل إلى العليم سبحانه وتعالى. مهما الإنسان أوتي من العلم قال الله ما أوتيت من العلم إلا قليلا. وأين جاءت الآية؟ جاءت في الإجابة على سؤال الروح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. كما أن الناس قد عجزوا في معرفة وإدراك الروح كذلك يظل العجز والإدراك قائما في العلم مهما أوتوا من العلوم. ولذلك لما سئل موسى عليه السلام كما جاء في الصحيحين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبي بن كعب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة موسى والخضر. موسى لما سئل من أعلم أهل الأرض قال أنا أعلم أهل الأرض، لكن الله عز وجل عتب عليه هذه الإجابة ليرد العلم من الله سبحانه وتعالى، يرد العلم من الله عز وجل. فقال له الله عز وجل اخرج إلى أن تصل إلى مجمع البحرين تجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما لتعلم أن هناك من هو أعلم منك. لكن ما أراد الله عز وجل أن يعلم موسى أن الخضر أعلم منه، وإنما أراد الله أن يعلم موسى أن يرد هذا السؤال إلى الله، يجعل الإجابة الله أعلم، وهذه الإجابة. ولذلك هذه المقارنات أعلم فلان أم أعلم فلان، هذا السؤال ما رضيه الله تعالى من بني إسرائيل، ولم يرضى الله إجابة موسى مع أنه في ذلك الزمان لا أعلم من موسى أصلا. موسى نبي رسول كلمه الله تكليما من أولي العزم، آتاه الله التوراة، آتاه الله الصحف، آتاه الله الألواح، وإذا أشكل عليه أمر سأل الله فأجابه الله، ولكن ما رضي الله عز وجل منه هذه الإجابة. وإذا لم يرضى الله الإجابة فكيف بالسؤال أصلا؟ فكان المراد المقولة التي قالها الخضر التي قصها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما وقفا على شط البحر إذا بطائر صغير يأتي ويأخذ قطرة من البحر وطار. طائر صغير أخذ قطرة من البحر وطار، يعني ما كمل شراب، يعني الطائر يشرب لكن لما شعر في ناس خلى الشراب طار. قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام يا موسى ما علمي وعلمك وعلم جميع الخلائق وعلم أهل السماوات وأهل الأرض بجانب علم الله تعالى إلا كما أخذ هذا الطائر من البحر. قال القرطبي رحمه الله وهذا للتقريب ليس للحقيقة. كيف؟ قال لأنه في النهاية مقارنة، في نسبة بين ما أخذه الطائر وبين البحر، لكن ما في نسبة أصلا بين علم الله وعلم الخلائق، ما في نسبة. ولذلك قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وجاء في أسباب النزول أن اليهود قالوا أنهم أحاطوا علم الله، قالوا أنهم أحاطوا علم الله، والذي يرى أنه وصل إلى درجة من العلم هذا وصل إلى درجة من الجهل. الشافعي رحمه الله قال كلما أدبني دهري أراني نقص عقلي، يعني غاية الأدب الذي يجده أنه يعلم أن عقله ناقص. قال كلما أدبني دهري أراني نقص عقلي وكلما ازددت علما زادني علما بجهل، كلما ازددت علما زادني علما بجهل. فقال الله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. تقرأ ولو جئنا بمثله مدادا، مدادا يعني حبر، ومددا يعني مدد مثله، يعني داني قدر. وفي سورة لقمان لو أن ما في الأرض من شجرة، سبحان الله،
لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمة الله. بعد ما في حاجة، لا ما في خلاص. لو أن ما في الأرض من شجرة، منذ أن خلق الله الأرض كم شجرة نبتت فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الأشجار دي مش أشجار عدد أقلام، لا، الأشجار تصنع منا أقلام. يعني الشجرة الواحدة ممكن تصنع منا آلاف الأقلام. مما ربنا خلق الأرض وخلق الشجر. لو أن ما في الأرض من شجرة، ولذلك قالوا ما قال من شجر، لو أن ما في الأرض من شجر، لا، من شجرة، يعني أي شجرة يجيبوا منها أكبر عدد من الأقلام. لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام. والبحر، البحر هنا كلمة جامعة لكل المياه، يعني البحار والأنهار والخلجان والمحيطات والبرك والجداول والخيران والعيون والبحيرات والآبار. البحر يمده، يبقى مداد، تتحول البحار دي لحبر، والبحار دي كلها أضربها في 7، من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. هنا علم الله يعني. ولذلك إن الله أحاط بكل شيء علما. إن الله قد أحاط بكل شيء علما، وهذا أفضل علم يتعلمه الإنسان، يعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما. لذلك قال اعلموا أن الله، لاحظ اعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اعلموا، قال الله اعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأوجب الواجبات أن يتعلمها الإنسان، أن يعلم الله. ولذلك لو تتبعت القرآن الكريم، الأمر بالعلم أغلبه أكثره إلا القليل اليسير جدا يتعلق بأن تعلم الله. اعلموا أن الله على كل شيء قدير، واعلموا أن الله غفور رحيم، واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله كان عليما حكيما. أكثر الأمر في القرآن الكريم بالعلم أن تعلم الله. أكثر الأمر في القرآن الكريم بالعلم أن تعلم الله. وأعظم ما تعلم لا إله إلا الله. ولذلك فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم أنه لا إله إلا الله. البخاري رحمه الله بوب عليها باب العلم قبل القول والعمل. قال تعالى قبل الأحاديث، وكتاب حديث صحيح البخاري كتاب حديث، لكن يفتتح بآية باب العلم قبل القول والعمل. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وإذا أمر الله فاعلم، هذا هو العلم المطلوب، وهذا هو العلم المراد، وهذا هو العلم الذي ينفع صاحبه. وإذا لم يعلم العبد أن لا إله إلا الله لا داعي أن يعلم أصلا، ولا قيمة ولا وزن لما يعلم، ما عنده معنى. لا معنى لأي علم يعلمه الإنسان إذا لم يعلم أن لا إله إلا الله. وما في إنسان كبير على لا إله إلا الله. ومهما أوتي من العلم أعلم الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلم الخلق رسول الله عليه وسلم، أعلم الأنبياء وأعلم المرسلين صلوات الله وتسليماته عليه. وظل يدعو إلى لا إله إلا الله. وهذه الآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة نزلت في السنة الثانية من الهجرة، لأنها سورة ذكر فيها القتال، وذكر القتال في السنة الثانية على أقل تقدير.
والنبي صلى الله عليه وسلم قبلها 15 سنة، يعني قبلها سنتين في المدينة و13 سنة في مكة يدعو إلى لا إله إلا الله. بعد 15 سنة يقول له الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهل لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى لا إله إلا الله ما كان يعلم أن لا إله إلا الله؟ يعلم عليه الصلاة والسلام، يعلم، ولكن هو العلم المتجدد. مع أن العقيدة أمر ثابت يا أخوان، العقيدة عند أهل السنة والجماعة أمر ثابت. من خصائص العقيدة الاستقرار والثبات والشمول. الفقه ما ثابت، في مسائل مستحدثة كثيرة، في مسائل مستحدثة إذا حصل كذا إذا حصل كذا، مسائل مستحدثة. حتى في الصيام وفي الصلاة أركان الإسلام في مسائل مستحدثة كثيرة، إذا كان الإنسان صلى في الطيارة ولا إذا كان في حاجات مستحدثة، لكن العقيدة ما فيها. معلش يا شيخ سؤال صغير، لا إله إلا الله حقا ولا نعم لا إله؟ يعني بعد الأذان تقول حقا ولا نعم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد الأذان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم رب هذه الدعوة التامة. هذه صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد والطبراني. يعني بعد الأذان المازن بعد ما يقول لا إله إلا الله الأخيرة آخر الأذان لا إله إلا الله قل وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أو أن محمدا رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة وصادقا. ده الوارد يا شيخ. تقول وأنا أشهد، وأنا أشهد أنا أشهد. طيب نحمد الله ونصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم. فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أساس العلم وأفضل العلم ورأس العلم، والعلم الذي لا منتهى له. لأن الإنسان دائما يحتاج أن يذكر بلا إله إلا الله وأن يتعلم. وإذا كان نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بعد كل هذه الفترة، هذا أيضا يشبه قول الله تبارك وتعالى وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. ومتى بوأ الله لإبراهيم مكان البيت؟ بعد كل المجاهدات التي كانت مع عبدة الكوكب وعبدة القمر وعبدة الشمس ومع النمرود بن كنعان، وبعد كل المجادلات والمحاورات مع أبيه، بعد ده كله وبعد ما هذه التماثيل التي أنتم لا عاكف، بعد ده كله بوأ له الله مكان البيت، لأن الحاجات دي كلها حصلت في الشام، ثم أمره الله أن يذهب إلى مكة. فلما ذهب إلى مكة بعد كل تلك المجاهدات قال الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. قال لي إبراهيم ده مكان البيت أوعى الشرك. بعد كل هذا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وتمام العلم الذي يرتضيه الله سبحانه وتعالى هو علم العمل. علم العمل. تأمل قول الله عز وجل إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يعلمون
قانت آناء الليل ساجد قائم يحذر الآخرة يرجو رحمة ربه. الذين لا يعلمون خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. فانظر، سمى الله المشرك بأنه لا يعلم، والمؤمن الذي يقوم الليل، وهذه الآية في عثمان رضي الله عنه، عمن هو قانت آناء الليل عثمان بن عفان، قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. سبحان الله، هذه الآية نزلت وبعدها سنوات والقرآن يتنزل، وعثمان رضي الله عنه على هذه الحال لا لقي الله. عثمان رضي الله تعالى عنه كان له ميزة يا إخواننا ما توفرت في صحابي غيره. أي آية تنزل من القرآن عثمان يحفظها أول بأول على الترتيب الذي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم. يتغير الترتيب، طبعا ترتيب الآيات بيتغير، يعني الآية كانت هنا جات ورا، جات آية قبالة، جبريل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ضع هذه في صورة كده والصورة دي خدتها قبل كده. كلما تغير الترتيب تغير الترتيب في حفظ عثمان كذلك، وهذه ما كانت في صحابي غيره. ولذلك استحق قول الله عز وجل: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يفعل كل ذلك يحذر الآخرة، ويفعل كل ذلك يرجو رحمة ربه. يعني شهادة من الله ما في أعلى منها. ما قرأ هذا القرآن ولا حفظ هذا ولا عرف بهذا إلا لأنه يحذر الآخرة وأنه يرجو رحمة ربه، وكفى بالله شهيدا. وكل هذه الصفات الحميدة التي جمعت في عثمان ربنا لا وصفه مقيم، وإنما وصف بأنه عالم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. ابان رحمه الله مولى عثمان قال: خرج عثمان إلى مكة وعمره كان في ذلك الوقت يا أخواننا حوالي 81 أو 82 سنة. قال: فوقف خلف المقام بعد صلاة العشاء، صلى بالناس صلاة العشاء، هو أمير المؤمنين، صلى بالناس صلاة العشاء، وقف خلف المقام، مقام إبراهيم، وقال: يا إبان أريد أن أصلي، فإما أن تصلي معي وإما أن ترقبني. قال: لا عاوز أصلي أنا، يا تصلي معاي تقيف تصلي، يا أقعد جنبي راقبني. قلت: أرقبك، أنا ما بقدر أقيف معك براقبك. قال: فقرأ، افتتح الله أكبر، فافتتح الفاتحة البقرة حتى ختم سورة الناس، ركعة واحدة، وقفة واحدة. قال: والله ما اختلط عليه حرف واحد. عمره 81-82 سنة. فانظر شهادة الله له. أمن هو قانت آناء الليل وكافأه الله في الدنيا قبل الآخرة. أي قرآن نتعبد به الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون على الرسم العثماني، وأي قراءة متواترة ينتهي سندها إلى عثمان. قراءة حفص عن عاصم عن عثمان، أي قراءة لحد عثمان. الأصل حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا وصلت إلى عثمان وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر كيف كافأه الله سبحانه وتعالى في الدنيا ورفع الله ذكره، وكل ذلك بما علمه الله. فهذا هو العلم عند الله عز وجل. تأمل قول الله: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن، الأصل كمن لا يعلم، مش كده؟ يعلم كمن لا يعلم، لا، كمن هو أعمى، فإما يعلم وإما أعمى. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله. ده العلم عند الله. شوف العلم في هذه الآية، ربنا قال لك يعلم. من هو الذي يعلم؟ الذي تتوفر فيه هذه الصفات: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم
سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. الذي اتصف بهذه الصفات هو العالم في القرآن. الذي اتصف بهذه الصفات هو العالم. كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. طيب شوف صفات العالم، هذه الصفات عكسها. طيب أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. في الدنيا تضع أجنحتها وفي الآخرة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. هذا هو الأعمى، هذا عدم العلم. ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. هؤلاء لا يعلمون، هؤلاء لا يعلمون. ولذلك قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يخشوا. حصرا حصرا حصرا. والعلم المعتبر عند الله يا أخواننا العلم الذي يورث الخشية. إنسان تلقاه عالم وأحاط العلوم وحفظ الفنون والمتون لكن لا يتقي الله ولا يخشى الله، ما عالم، ما عالم. ما العلم المعتبر؟ العلم المعتبر إنما يخشى الله. ولماذا جاء هذا التقديم وهذا التأخير؟ قالوا للتمام الحصر الذي ما في أي طريقة ثانية. خلاص إنما يخشى الله من عباده العلماء. ده حصر ثاني بعد ما في حاجة. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فبقدر علمك لله وبالله سبحانه وتعالى تخشى الله عز وجل. ولذلك دعاء النبي صلى الله عليه وسلم المتكرر قال عبد الله بن عمر عند الترمذي حسن الألباني قلما، لاحظ لي قلما دي، قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بنا مجلسا إلا ختم بهذه الكلمات. قلما، حاجات نادرة جدا. يجلس بنا مجلسا إلا ختم بهذه الكلمات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. هذا هو العلم النافع. نادر جدا النبي صلى الله عليه وسلم يختم المجلس بغير الكلمات. قلما، إلا يكون في حاجة طارئة في شيء، لكن الأصل قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس بنا مجلسا إلا ختم بهذه الكلمات اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. العلم يا أخواننا بمفهوم هو الإسلام. يعني إذا قال لك ما هو العلم بد العلم هو الإسلام، إجابة صحيحة من القرآن. وين عكس الإسلام؟ ربنا سماه شنو يا أخواننا؟ الجاهلية. عكس الإسلام الله سماه الجاهلية. ذكروا في القرآن لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية أفحكم الجاهلية. 4 مواضع يقابل الإسلام. الجاهلية من الجهل يقابلها الإسلام. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما حذر من الجهل جعل التحذير للقمة. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تكونن من الجاهلين. دي القمة، قمة الخلق. فلا تكونن من الجاهلين. الأنبياء موسى يوسف رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم جميعا. نسأل الله يرزقنا علما نافعا وعملا خاشعا. وين الأسئلة كانت هنا؟ هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا. السؤال: هل نحن مطالبين بعلوم الدنيا كعلوم الجامعة مثلا؟ نعم يا اخوانا، اي علم يخدم المسلمين المسلم مطالب به. اي شيء، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع صاحب اي صنعه، كان يشجعهم النبي عليه الصلاه والسلام، وصاحب اي عمل كان يحضه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحث على ذلك. فاهم حاجه فيه الاحتساب، احتسب اجرك وثوابك من الله، واجعل في نيتك أن تخدم به الإسلام والمسلمين بقدر الإمكان. وأحب الخلق إلى الله أنفعهم، أحب الخلق إلى الله أنفعهم. عشان كده السيوطي رحمه الله قال: وعلم الطب من أعظم القربات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. والطبيب أكثر واحد بينفع الناس على كلام السيوطي رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في القرآن الوصية غير الوصية للوالدين. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فالوصايا كثيرة، وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، فالوصايا كثيرة في القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في بعض الأحيان أكون نشيطا في أمر العلم والعبادة وقلة النوم، وفي بعض الأحيان أكون كسولا كثير النوم فأرجو النصح، وماذا أفعل؟ وأصل الإنسان يتقلب، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل عابد شره. تعرف الشره؟ النهمة، يعني إنسان يأكل بشره، يعني أي عابد في عبادته عنده شره زي الجعان اللي بياكل بشره. لكل عابد شره، ولكل شره فترة، لكن تتفاوت. فمن كانت فترته إلى خير فاعينوه أو أرجوه، ومن كانت فترته إلى سوء وشر فاتركوه. في رواية: من كانت فترته إلى سنة فارجوه، يعني يرجى منه الخير، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فاتركوه. حديث صححه الألباني. معنى الحديث إنه أي عابد عنده شرف، لكن بتجيه فترة، الفترة دي يتفاوت فيها الناس. واحد يا أخواننا بصلي ويقيم الليل ويصلي النوافل والرواتب والقبلية والبعدية، ده في حالة الشرف. جاته الفترة خلى شيء من قيام الليل، نقص عدد الركعات، بقى دي فترة إلى خير، برضو على خير. واحد تجيه الفترة يترك صلاة الجماعة، نسأل الله السلام. واحد تجيه الفترة يخلي الصلاة كله، فيتفاوت الناس في ذلك. ودائما الإنسان يا إخواننا يعين أخاه، تعين أخاك وبالحسن وبالتي هي أحسن، وتسأل الله التوفيق والسداد. وابحث نفسك كما قال مالك رحمه الله: في أي عبادة أنت فالزمها. شوف نفسك في هذه عبادة. عبد الله بن مسعود سألوه قالوا: نراك لا تكثر من الصوم. قال: الصوم يقعدني عن الصلاة والصلاة حب إلي. قال: أنا والله لما نكون صائم صلاتي بتقل وبكون تعبان وضعيف، وحتى يمكن بالليل ما أقدر أقوم، وحب لي الصلاة. جاب حكيم، إذا وجد نفسه في الصلاة. لكن من الناس من قد يجد نفسه في الصوم، وبل لمن يصوم الصيام يزيد من صلاته ممكن. لذلك تبحث عن نفسك كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: أبحث عن نفسك، شوف نفسك وين أنت وابحث عن نفسك. والإمام مالك رحمه الله وجد نفسه في العلم، وذاته قال كده، قال: أنا وجدت راحتي، يعني نفسي، فتشت عن نفسي، لقيت نفسي وإيماني. تبحث عن نفسك يعني شنو؟ يعني إيمانك بيزيد 200. فأي العبادات تنشط، أي العبادات تميل إليها. ما أي عبادة يا أخواننا عندها أهل. النبي صلى الله عليه وسلم سمى أهل الصلاة من باب الصلاة، أهل الصدقة من باب الصدقة، أهل الجهاد، أهل الصوم، أهل القرآن هم أهل الله، خاصته دي القمة دي أهل القرآن، نسأل الله يجعلنا من أهل القرآن. فكل عبادة لها أهل وجدوا نفسهم.
والنبي صلى الله عليه وسلم جمع كل العبادات، لكن قال جعلت قرة عيني في الصلاة. دي أكثر حاجة يعني، جعلت قرة عيني في الصلاة. فالإنسان يبحث نفسه في أي عبادة من العبادات. فالإمام مالك رحمه الله هو كلام مطول أورده صاحب الإمام مالك ابن القاسم عن الإمام مالك، يعني تكلم عن علمه. قال وجاء أحد تلامذته في مسألة فجلس مع الإمام مالك، فلما أذن المؤذن، يعني كانوا قاعدين وبيسأل فيه، لما أذن المؤذن الإمام مالك كان بيجاوبه وبيشرح له. لما أذن المؤذن سكتوا الاثنين عشان يردوا على الأذان. فلما فرغ المؤذن من الأذان قام ليصلي الغلام. فالإمام مالك تركه يصلي ما منعه. فهو عنده رأي في أصلا منع الصلاة يا أخوان، إنه إنسان دار يصلي ما تقول له لما تصلي. بعد ما صلى قال له ليست التي قمت لها بأولى من التي قمت عنها. يعني أنت صليت ركعتين، أنا لما أنت بتصلي أنا بفكر في بستنبط في مسائل من هذه المسألة التي طرحت. فيبحث الإنسان عن نفسه. ومتى ما وجدت يا أخواننا عبادة من العبادات شيل منا بقدر وبنصيب. أي عبادة لقيت شيل منا قدر، ما تحرم نفسك من عبادة من العبادات. نعم قد يكون تركيزك على عبادة لكن ما تترك بقية العبادات. إن شاء الله هذا السؤال الأخير وصلنا ونكتفي به إن شاء الله مع الشيخ. يعتبر ورقة من أوراق الدجالين والكهنة والعرافين والسحر وشبيهة الناس. فنعطي فيها الآتي إن شاء الله سبحانه وتعالى عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. ورقة من كاهن وعراف فيها الحروف والحجاب. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا الشمس كورت عين المعيان عورت، وإذا السماء فطرت عين المعيان طيرت، وإذا المطففين عين المعيان حكيم، إذا السماء انشقت عين المعيان ذكر، والسماء ذات البرون عين المعيان تموت، السماء والطارق كل عين بارد، سبح اسم عين المعيان. نعم هل أتاك حديث غاشية عين المعيان ماشية، فذكركم الله هو السميع العليم. إن الذين فاتوا المؤمنين والمؤمنات ولم يتوبوا لهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم جاء هذا الأحرف الموجودة في هذا الجدول، يعني في حروف باء وطاء وذاء وزين، كل واحدة فيه واقع وراء واو وألف وحاء، وبعدين هنا في 492 كل واحدة كل رقم في واحد، و357 و313 وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. وطبعا يا اخواننا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرقي والتمائم والتوى الشرك، ولكن الرقي في الشرك نفسها في تفاوت. يعني الرقي بما فيها من الخرافات والدجل في تفاوت، لكن كهذا الاستهزاء والسخرية بكتاب الله سبحانه وتعالى والاستخفاف بآيات الله عز وجل، اتخاذ آيات الله هزوا، يعني نسأل الله السلامة والعافية، فهذا كفر بواح وشرك صراح. يعني يجعل مع القرآن الشيء على ذات الوتيرة من القرآن، ويجعل كل مكتوب مع الآيات، ويختم بطلاسم هذه الحروف وهذه عشان كده بنقول يا أخواننا مسألة المعتقد مهمة جدا، مسألة توعية الناس. يعني أسأل الحجاب ده ممكن واحد يشتريه بمبلغ كبير جدا من المال ويعتقد فيه النفع والصلاح وأنه يكشف البلوى ويدفع الضر، ويتوكل عليه تمام التوكل فيوكل إليه والعياذ بالله. وإن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا كما جاء في الحديث. إن مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، جاء في مسند أحمد أو ده ورد الشيخ في كتاب التوحيد. ما أفلحت أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رهط فبايع 9 وأمسك عن العاشر، قال لأن في يده تميمة، ما بايعه الرسول عليه الصلاة والسلام. والصحابي لما نزع التميمة تلا قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وكثير من الناس، بل كثير من الناس دي أصبحت عادة من عادات الناس، يعني أصبحت عادة للأسف في كثير من مناطقنا، أصبحت عادة من عادات الناس إنه الإنسان يلبس تميمة ويعلق تميمة. وقد حكم أنا سبحان الله الواحد بعلق الحجاب ليه؟ عشان موضوع يتم، ما هو بعلق الحجاب عشان عنده حاجة. طيب يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له.
فهذا إما خبر وإما دعاء. إن خبر فحق وصدق، وإن دعاء فمستجاب. يعني انت التميم علقتها ليه؟ داير موضوعه يتم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال لك إن شاء الله ما يتموا لك، تاني ده بتم كيف؟ تاني ما حيتم أصلا، ما حيتم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله، لا أتم الله له. فالناس يحتاجوا إلى توعية يا إخواننا، ويحتاجوا أن ينبهوا في مثل هذه الأشياء. وبعدين دي حاجة يعني الواحد بيعملها وبيشوف نفسه ما عمل أي حاجة. يعني حتى لو اعتبرناه من الشرك الأصغر، الشرك الأصغر أكبر من أكبر الكبائر. يعني كونه يقولوا حاجة شرك أصغر ولا كفر أصغر ما معناه تسهيل للمسألة، لا. الشرك الأصغر يا أخواننا أكبر من أكبر الكبائر، أكبر من أكبر الكبائر. فنسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. فهي غير إنها تميمة. هي التمائم أصلا إذا كانت التميمة من القرآن في نقاش بين أهل العلم في ذلك، هي بدعة ولا ما بدعة. يعني إذا كانت قرآن خالص ما فيه أي حاجة تانية، ولا رقم ولا حرف ولا مربع ولا النجمة بتاعت، وأنا ما أعرف نجمة إسرائيل علاقتها شنو بالحجبات دي. يعني نجمة بتاعت اليهود يسموها خاتم سليمان، وما كفر سليمان يا أخي، ما كفر سليمان. سليمان ما عنده علاقة بالحجبات دي. الله قال ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. لكن كونه تجعل الآيات وتجعل مع كثير من الحجبات شفناه، يعني بيجيبوا آيات والآيات ذاتها تلقى فيها شيء من التحريف. يعني مثلا تلقى فسيكفيكهم الله فسيكفي، يقوم يجيب الفدي 20 فاء، بعد شوية تاني يكتبها فسيكفي، يكرر الكاف، تاني يكرر السين، تاني. يعني سبحان الله، استهزاء ولعب بآيات الله تعالى. حجاب من السلاح، فيقوم يكتب لك إني رأيت 11 كو يعني طلقة، يعني كو، إني رأيت 11 كو، إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكو كده، إنا أعطيناك الكو، دي كده 3 طلقات. تاني ثم لتس، نفست خلاص يعني، ثم لتس، انتهت. فشوف يعني الاستهزاء والسخرية بكلام الله سبحانه وتعالى. يعني سبحان الله، السلف بيتكلموا، بقرأ في كتب المالكية، يعني بيقولوا ذكر علماء المالكية بعضهم ذكر من الردة إنك لما تقلب المصحف بالبزاغ، يعني لما تيجي تقلب المصحف تعمل كده. قال بعض علماء المالكية اعتبروه ردة وناقشوا المسألة دي إذا تعمد ذلك وإذا. فأنا ما أعرف لو شافوا كلامنا ده كان حيقولوا شنو يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يهدي قومنا. عندنا إن شاء الله سبحانه وتعالى تنبيهين. التنبيه الأول في أسطوانات إن شاء الله للشيخ الدكتور حسن الكواري في فقه البيوع خارج المسجد إن شاء الله. التنبيه الثاني في أخ نزل النظارة بتاعته في الوظائف يعطيه إن شاء الله تعالى. وين فيهم؟ والله الله أعلم. دي هنا هذا هو اسمه الجلالة، وعن قلبي برضه بيجي تبكش لي مسلم جلجس الجلالة. عند العدد وفي يعني سبحان الله يعني بعض الاستهزاء بدين الله جل وعلا، يعني امثال فرشات زي دي، موقف زي ده، يعني يكون في شيء قريب من اسم الله جل وعلا مكتوب هيك، يعني قريب من اسم الله جل وعلا الالف واللام واللام يعني على اساس الشخص المسلم يطفي غيره. أي فعلا دي يعني في فرشات كثيرة الناس إذا ما أخذوا حذروا وقالوا تهروا المسائل دي بيمشوها فيها.